مرحبا بكم في قناة عين المغرب. تخيل معايا تكون خدام باش تعين الوالدة ديالك، وفجأة تولي ضحية اعتداء وحشي في وسط الشارع والناس غير كيتفرجوا. هادشي اللي وقع للليفرور ديال كلوفو في حي مولاي رشيد. الضحية شاب مسكين باقي كيقرا في البكالوريا، كان يلاه سلم الكوموند للزبونة ديالها حتى جا عندو الشفار طلب يتصل. الشاب اعتذر باللي ما عندوش السولد، لكن المجرم لصق فيه، حبس ليه الموتور وجبد جنوية ضربو بها للراس. لولا ستر الله كون راه دابا في خبر كان. الاخطر من هادشي هو ان الشفار ما هربش، بقى غادي على خاطرو قدام الناس في المقاهي اللي بقاو غير كيتفرجوا، حتى ملي توسل ليه الشاب وقال ليه راه خدام على الوالده، كان رد المجرم ببرود ما سوقيش، وزاد بغى يسرق ليه حتى الموتور. المجرم من تشد كان كل همه هو ما يتصورش، كيف كتلاحظوا بقى كيصرخ ما تصورونيش. بالله عليكم في اي مجتمع ولينا عايشين، حتى البرود ديال المجرم والناس في القهوة اللي ما قدروش يتدخلوا كيخلي بزاف ديال الشكوك. تتخليو لينا الاراء ديالكم في التعاليق، وما تنساوش تتابعوا قناة عين المغرب في الفيسبوك وفي يوتيوب. شكرا لكم.